تحل اليوم السبت 17 يونيو ذكرى رحيل الفنان ماهر عصام الذي توفي في مثل هذا اليوم عام 2023 عن عمر ناهز 37 عام، والذي اتشهر منذ طفولته بدور الممتاز في العديد من الأفلام السينمائية، من بينهم فيلم النمر والأنسية مع الزعيم عادل إمام. ويعتبر الفنان ماهر عصام من الفنانين القليلين الذين بادروا مشهورهم الفني في عمر الطفولة، حيث بدأ مبكرا في فيلم اليوم السادس عام 1986 حينما كان عمره 10 سنوات فقط، وبعدما بعام فقط شارك في فيلم التعويذ عام 1987. استطاع عصام أنه يثبت نفسه بموهبته وشارك في الأفلام هي مفوضها جواز بقرار جمهوري، عاش البلال، صرخ نملا قلبا الأسد، وسلم أبو إخته، كما قدم أعماله الدرامية منهم الملك فاروق الداعي أمينة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.